صعبة أصلا ما حدش طلعها من زمان. مغامرة جديدة. احنا طالعين مأذنة جامع مملوكي عمره حوالي 650 سنة. يعني مغامرة حلوة الحقيقة، مش وقتها خالص. الساعة 10 بالليل في جمجمة. يعني الحاجات دي مرعبة، بيكون فيها خفافيش وحاجات ممكن تعورك او تخبط فيك، ربنا يستر. دي مأذنة جامع جمال الدين محمود الأسطدار، اللي كان شغال أسطدار عند السلطان الظاهر برقوق وعند الأمير قسون قبله. وكلمة أسطدار معناها إنه رئيس الخدم السلطاني، وخدم مش حاجة يعني قليلة أو عادية، ده بالعكس. يعني رئيس الخدم السلطاني يعني هو الراجل الأول في البلاط السلطاني المملوكي، حاجة يعني نفوذه طائلة حرفيا في الدولة. يعني الكلام ده بنقول سنة 1395، يعني من حوالي 650 سنة. احنا كده دلوقتي فوق سطح المسجد، دي قبة المسجد ودي ورايا اهي المأذنة. نحاول نطلع سوا. المأذنة اهي صعبة اصلا ما حدش طلعها من زمان، وضيقة جدا. في جمجمة هنا ضيقة قوي. يعني الحاجات دي مرعبة، بيكون فيها خفافيش وحاجات ممكن تعورك او تخبط فيك، ربنا يستر. هنا دي اول شرافة، يعني ممكن نقف هنا، بس احنا هنكمل ونطلع فوق اكتر. صعبة 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 صعبة. في بيض هنا طيور، احنا برضو مش عايزين نبهدل الدنيا وندوس عليه. احنا كده فوق اهو، خلاص احنا كده فوق المأذنة، خلاص طلعنا. طبعا شايفين كل حاجة تحت صغيرة خالص. هنحاول نشوف المعالم اللي ظاهرة هنا شوية ونشرحها سوا. يعني لو بصينا هنا كده فده باب زويلة موجود في الأسفل اهو، موجود هنا باب زويلة. والقبة الضريحية الجامع المؤيد شيخ. هنا احنا بنشوف المنطقة او القاهرة كلها من فوق، يعني منظر روعة. دي القبة الضريحية بتاعت المسجد اللي احنا شفناها واحنا طالعين. يعني مغامرة حلوة الحقيقة، مش وقتها خالص. الساعة 10 بالليل لكن كويس. المدرسة هنا هي مدرسة لتدريس مذهبين بس. هنا هنلاقي في ايوان، وهناك الناحية التانية في ايوان تاني، وهنا الناحية دي فيها الخلاوي بتاعت الطلبة مسكنهم، هنا للمدرسة الأولى وهنا للمدرسة الثانية. ودايما إيوان القبلة بيكون لتدريس المذهب السلطاني اللي هو المذهب الحنفي، والمذهب الثاني بيكون في الإيوان الثاني وهو المذهب الشافعي. المدرسة هنا فيها منبر وفيها محراب، والمنبر يعني فيه تجديدات لأنه كان أصابه حريق. هي حاجة بسيطة قوي يعني. والسلام عليكم، نشوفكم في مغامرة جديدة إن شاء الله.